التي أود أن أنقلها إلى عرضكم الآن أن الله تعالى هيأ لنا الأرض بإنزال كم كبير من الحديد إليها. الأرض حين انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد. كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من الألومنيوم السيليكون. وفي كواكب المجموعة الشمسية حاليا كواكب غازية لا تصلح للحياة، لا تصلح للعمران، ولذلك كان إنزال الحديد هي الحكمة الإلهية البالغة التي جعلت من أرضنا كوكبا صالحا للعمران. وإنزال الحديد لم يدرك إلا بعد رحلات الفضاء. وكان العلماء حينما يقرؤون في سورة الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس يقولون هذا إنزال مجازي، لأن الأرض تحتوي على 35.9% من كتلتها حديد. كتلة الأرض مقدرة ب6,000 مليون طن، يعني الأرض فيها على الأقل أو أكثر فعلا من 2,000 مليون طن حديد. من أين جاء هذا الحديد؟ من أين جاء؟ الشمس لا يتكون فيها حديد. ثبت للعلماء بعد دراسة مستفيضة أن الحديد لا يتكون إلا في نجوم عملاقة أكبر من شمسنا بمراحل كبيرة، وفي مرحلة خاصة من عمر هذه النجوم تسمى السوبر نوفا أو المستعيرات العظمى. لحظة انفجار هذه النجوم العملاقة تتكدس المادة في قلبها تكدسا شديدا، فتستمر عملية الاندماج النووي حتى تصل إلى الحديد. عملية الاندماج النووي قبل الحديد مطلقة للطاقة، وسر حرارة النجوم هو عملية الاندماج النووي. تتحد نوى ذرات الهيدروجين لتكون الهيليوم وتنطلق الطاقة، الهيليوم يكون الليثيوم وتنطلق الطاقة، وهكذا. لكن حينما تصل إلى مرحلة الحديد تستهلك الطاقة، ولذلك ينفجر النجم وتتناثر أشلاء هذا الحديد في صفحة السماء. وكل العناصر التي تعلو في وزنها الذري الحديد يخلقها ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء باصطياد ذرات الحديد أو نوى ذرات الحديد للبنات الأولية للمادة. ولذلك الحديد أنزل إلينا إنزالا، ولم يتأكد العلماء من ذلك إلا منذ أقل من ربع قرن من الزمن. ويعجب الإنسان لأننا نجد في القرآن الكريم كتاب أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 1400 سنة، يحوي هذه الحقيقة الكونية التي لم يصل إليها علم الإنسان إلا منذ أقل من ربع قرن من الزمان. فيقول وأنزلنا الحديد، وأثبت أنه إنزال حقيقي، لأن الأرض حين انفصلت من الشمس كانت كومة من الرماد أنزل عليها الحديد، كما تصلنا الآن النيازك الحديدية بملايين الأطن في كل سنة. الأرض يصلها سنويا من 1 إلى 2 مليون طن حديد من النيازك. الحديد بحكم كثافته العالية اخترق هذه الكومة من الرماد فصهرها واستقر في قلبها، وتناقصت نسبته من الداخل إلى الخارج من 90% في قلب هذه الكرة إلى 5.6% في غلافها الصخري. وثبت للعلماء بأدلة لا تقبل الرفض أن كل الحديد في أرضنا بل في مجموعتنا الشمسية قد أنزل إلينا إنزالا. ويعجب الإنسان على احتواء هذا القرآن العظيم على صورة باسم الحديد، وهو العنصر الوحيد الذي سميت باسمه صورة في القرآن الكريم. ثم أعجب من ذلك أن يقول القرآن الكريم في وصفه الحديد أنه ذو بأس شديد. ويأتي العلم ليؤكد لنا على أن نواة ذرة الحديد هي أكثر نواة تماسكا، وأن نوى الذرات التي هي أعلى في وزنها الذري أقل تماسك من ذرة الحديد. وهذا التماسك الشديد هو الذي أعطى للحديد صفاته الطبيعية والكيميائية المميزة له. فقال ربنا تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أما منافع الحديد فهي أكثر من أن تحصى في عجالة كالتي أنا فيها الآن. فلولا الحديد ما كان للأرض مجال مغناطيسي، ولو فقدت مجالها المغناطيسي ما استطاعت أن تمسك بغلافها الغازي ولا بغلافها المائي ولا بالحياة على سطحها. لولا الحديد ما كانت الأرض صالحة للعمران، لأن الحديد يكون اللبنة الأساسية للمادة الحمراء في دماء الإنسان والحيوان. الحديد يكون اللبنة الأساسية في بناء المادة الخضراء في النباتات. فالحديد لازمة من لوازم جعل هذه الأرض صالحة للعمران. ثم إن الحديد هو العمود الفقري للصناعات كلها المدنية والعسكرية. فقال ربنا تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فوق ذلك كله وبعده نجد أن سورة الحديد رقمها في القرآن الكريم
يساوي الوزن الذري للحديد، ورقم الآية في السورة يساوي العدد الذري للحديد، في زمن لم يكن لأحد من الخلق إلمام بهذه الحقائق على الإطلاق. أيها الإخوة والأخوات، هذه لمحة موجزة عاجلة لآلاف الآيات القرآنية التي تحتوي عددا من الحقائق العلمية المبهرة التي تشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق، وتشهد هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. علينا أن نبرز ذلك في زمن التحدي للإسلام والمسلمين في زماننا هذا، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي بقيت بأيدينا للدفاع بها عن ديننا وعن مقدساتنا وعن أراضينا وعن أعراضنا وعن دمائنا وعن أموالنا. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام.